السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك عزيزي المشاهد في واحد من افضل انميات الصيف السنة دي. عايزك تعرف بس ان الدعم بيجيلنا قليل قوي على المجهود اللي بيتقدم على القناة، فياريت ما تنساش اللايك بتاعك والاشتراك وتفعل زر الجرس كمان عشان يوصلك كل ما هو جديد في عالم الانمي. يلا بقى عشان ما اطولش عليكم، فتح مخك معايا، يلا بينا نبدأ انمي النهاردة. بيبدأ الانمي بتاعنا بأكاديمية كيمبرلي للسحر. حكاية الأكاديمية دي ببساطة إن لما بيجي موعد التخرج 20% بس من الطلاب ما بيطلعوش من الأكاديمية دي بسهولة. تقدر تقول كده بيحصل لهم حاجات مرعبة، وده بسبب إن السحر استهلكهم وبقى يتحكم فيهم بالكامل. بنروح بقى لواحد من أبطال الانمي بتاعنا وهو أوليفر. أوليفر ده بيفتح عينه بيلاقي نفسه قدام أكاديمية كيمبرلي عشان يبتدي ينضم ليها، وهو داخل الأكاديمية بتكلمه الزهرة مدام وبتقوله شكلك كده قلقان ومتوتر. لا روق كده، ده انت مستنيك مستقبل فظيع جوه. بيشكرها اوليفر على الاستباحية الزفت دي وبيقعد يفكر في كلامها، وايه هو يعني المستقبل الفظيع اللي مستنيني جوه؟ لا اكيد بتخرف وبتعمل كده عشان تخوفني مش اكتر. وهو ماشي بيقابل بنت بتبقى خايفة جدا. البنت دي بيكون اسمها كاتي، وده لان الزهرة برضو قالت لها نفس الكلام اللي قالته لاوليفر وخوفتها. في نفس الوقت بيجي غاي وبيقول لها ما تقلقش من الكلام اللي الزهرة قالته، هي بس عشان زهرة سحرية وبتمتص اي سحر حواليها، فده بيأثر على شخصيتها وبيخليها لئيمة خاصة مع الطلاب الجديدة. فبتطمن كاتي على الاخر من كلامه. في اللحظة دي بنشوف شيلا بتزعق للطالب ده واللي بيكون اسمه بيت، وبتقول له ما تاخد بالك وانت ماشي يا عم، انت كنت هتدوس على الزهرة مدام، انت مش عارف هي ممكن تهينك ازاي. مدام ساعتها زعلت منه وراحت عشان تخوف طالبة جديدة جاية تنضم للأكاديمية. بس البنت دي بتبقى لبسها مختلف جدا عن اي حد موجود، لدرجة ان كلهم فكروها ساموراي. بعد كده الطلاب بيخشوا الأكاديمية وبينبهروا من موكب الحيوانات السحرية اللي شايفينه، وبيقول غاي ان عمره ما شاف تنين زي اللي معدي ده. فبيقول له اوليفر ان هو اسمه فافنير وانها النوع الوحيد اللي عنده حراشيف بتلمع. بيبص غاي على كاتي وبيلاقيها مصدومة، فبيقول لها انا كنت فاكرك انك بتحب الحيوانات السحرية. بتقول له كاتي انها فعلا بتحبهم، بس هي متضايقة انهم مخليين الترول يمشي وسط الحيوانات السحرية عادي كده، وده تقريبا اكبر غلط شافته في حياتها. بيقول لها غاي ايه الغريب والغلط في كده؟ ده حيوان وحشي بيهاجم الناس فلازم يدربوه عشان يخدم البشر. اتعصبت كاتي جدا عشان الناس هم اللي اعتدوا على منطقة الحيوانات دي من الاول، وكانوا عمالين يشدوا قصاد بعض لحد ما زعق لهم بيت بسبب الوش اللي عاملينه ده. ساعتها ظهرت بنت مجهولة وراهم ورمت تعويذة اسمها اياس على رجل كاتي، وبقت تتنطط وعمالة تجري باقصى سرعتها. بيقولها اوليفر انت بتعملي ايه؟ ما ينفعش تجري في اتجاه الموكب الخاص بالحيوانات. فبتقول لهم كاتي انا عارفة ده، بس هي مش متحكمة في رجلها وبتجري غصب عنها. فعارف اوليفر ان ده سحر وبيجري وراها عشان يحاول ينقذها. في الوقت ده الترول بيهاجم كل الحيوانات اللي بتقرب منه بيموتهم كلهم، وكاتي هنا بتجري عليه. فجأة حركة رجلها بطأت كأن مفعول السحر راح، ووقعت على الارض قصاد الترول اللي بيبص لها بقوة، وكان لسه هيجم عليها ويجيب اجلها. لكن بتظهر البنت الساموراي دي وبتزعق له بقوة لدرجة ان هو بيقف يتسمر مكانه. وبتقول البنت الساموراي دي لكاتي انها تهرب، بس كاتي بتقول لها انها مش عارفة تقوم ورجلها مصابة. في الوقت ده بتطلع الساموراي السلاح في وش الترول، وبيوصل الطلاب كلهم وبيسألوا هي الساموراي دي هتقتل الترول ده ولا ايه؟ فبتقول لهم شيلا ان هي كده بتعرض نفسها لخطر كبير ولازم يرموا على الترول ده تعويذة عشان ينقذوها. وبالفعل بترمي عليه شيلا تعويذة لكن ما بتأثرش فيه. فقال لهم اوليفر ان الوحش ده اقوى منهم بكتير، عشان كده كل تعويذاتهم مش هتأثر فيه. وبيفكر اوليفر ان هم يلقوا تعويذة رياح قوية في منطقة بعيدة يبعدهم عن البنات، وهو برضو في نفس الوقت هيعمل تعويذة تنين قوية عشان يلفت انتباه الترول ده. وفعلا التلاتة ضربوا تعويذة الرياح اللي بتبقى قوية جدا، واوليفر بعدها على طول ضرب تعويذة تنين عشان يلهي الترول بصوت التنين المزيف. الترول هنا قاعد يبص شمال ويمين عشان يعرف مصدر الصوت. وفي الوقت ده اوليفر قال للساموراي انها تهرب، لكن اتفاجئ انها نطت على الترول هجمته، وفجأة شعرها لونه اتغير للون الابيض ونزلت بالسب بقوة على راس الترول، وبعدها وقع على الارض. والبنت هنا من قوة الضربة ايديها اتخدرت ومش عارفة تحركها. فقالت لكاتي استني عليا بس شوية ايدي ترجع وهشيلك انقلك بعيد. وشكرتهم البنت جدا ان هم ساعدوها تقتل الترول ده. بعد كده بتخش كل الطلاب قاعة الأكاديمية، وبيسأل اوليفر الساموراي لو كان في دماغها خطة ساعة ما هجمت الترول. بتضحك البنت جدا وبتقوله اكيد ما كانش عندي اي فكرة عن اللي كنت هعمله، ومن غير التعويذة اللي عملتوها كنت هفشل في مواجهته.
فبيقول اوليفر لنفسه انه مش قادر يفهم البنت دي، وبيفتكر لون شعرها اللي اتحول اثناء مواجهة الترول، وان لون شعرها اللي اتحول ده اسمه اللون البرق اللي جاي اصل تسميته من الشعر الشبيه بالبلور، والشعر ده بيدخله السحر بكل سهولة. وبيقول لنفسه انها كده عندها امكانيات عظيمة كساحرة. بعد كده بتقطع تفكيره مديرة الأكاديمية اللي بتظهر بقوة سحرية عظيمة بتبهر كل الطلاب، والمديرة دي بيكون اسمها اسمرالدا. بتعتذر لهم المديرة عن الحادثة اللي حصلت في الموكب، وبتقول لهم انتوا دلوقتي في أكاديمية كيمبرلي للسحر، الأكاديمية اللي هيقعدوا فيها 7 سنين بحالهم يتعلموا السحر، وبتصدمهم ان 80% من الطلاب هم اللي هيتخرجوا على خير من الأكاديمية دي، وال20% الباقيين هيبقوا عاجزين يعملوا ايه بسبب سحرهم اللي مش هيعرفوا يسيطروا عليه. وفي عالم السحر الاشخاص دي بيبقى السحر استهلكهم بشكل كامل، وبتقول لهم ان حياتكم وموتكم بين ايدينا دلوقتي. ولما بتخلص كلام بتعمل لهم سحر وبتنقل كل طالب على الكرسي بتاعه. ساعتها بيدخل عليهم الطلاب الأكبر منهم وبيطمنوهم بعد ما كلام المديرة خوفهم. بعد كده بيقعدوا الطلاب مع بعض مرة تانية عشان يتعرفوا على بعض. فبتبدأ شيلا تعرفهم بنفسها وبتبقى من عيلة كبيرة جدا. بعد كده كاتي بتعرفهم على نفسها وبتقول لهم انها تلميذة جاية من الشمال وبتحب كل الحيوانات السحرية وبتشكرهم على انقاذهم ليها النهاردة. وبيجي الدور على غاي وبيقول لهم ان عيلته من الارياف السحريين وليها تاريخ عريق جدا. وبنعرف ان الولد ده اسمه بيت ده مفيش اي حد من عيلته سحرة ولا حتى ليهم تاريخ زي باقي اللي قاعدين، وبيبقى جاي من عيلة عادية جدا. بيستغرب بيت اوليفر اللي بيكون مركز معاه، فبيقول له اوليفر انه بس معجب بالكتاب اللي هو بيقرأه لانه ببساطة بيتكلم عن تعريف السحر للناس اللي ما عندهاش اي سحر. فبيفرح جدا بيت ان في حد عارف الكتاب ده، وبيقولوا كلهم لنفسهم ما الواد حلو هو بيتكلم، امال وشه قفل ليه من ساعة ما جه. فبيحس بيت ان هو اتحرك جدا وبيطلب من اوليفر ان هو يعرف عن نفسه. بيبتدي اوليفر يعرف عن نفسه وبيقول لهم ان عيلته بيعرفوا في السحر من ايام جده، وعنده اخ واخت بيدرسوا هنا في الاكاديميه. بتقوله شيلا انها كانت متفاجئه من صوت التنين اللي عمله وتقريبا ما شافتش حد بيستخدم تعويذه زي كده. بيقول لها اوليفر انه بارع جدا في تعديل التعويذ واكتشاف طرق جديده لاستعمالها، ومبسوط ان هو قدر يساعد من خلالها. بعد كده هيبيا بتعرفهم على نفسها وبتقول لهم انها من عيله ساموراي من بلاد بعيده، وانها جايه هنا بسبب حاجه غريبه جدا، وهو ان في ساحر انقذها وقت الحرب، والساحر ده اللي بيكون اسمه ماجفا هو اللي دعاها للأكاديمية دي. والغريب هنا انه نفس اسم والد شيلا، وبنعرف ان والد شيلا هو فعلا الساحر اللي جاب هيبيا هنا، وانه كمان محاضر بدوام جزئي في الأكاديمية، واي محاضر شغال في الأكاديمية اللي لحق ان هو يوصي على طالب واحد بس عاجبه. المهم بعد ما بيتعرفوا على بعض بيبتدي اوليفر يحضر لهم الاكل عشان ياكلوا، وبعدها كلهم بيروحوا يناموا ما عدا اوليفر اللي بيتمشى لوحده بالليل عشان يشوف الاكاديميه، بس بيحس ان في حد بيراقبه، وبتطلع عميله سريه اخوه باعتها عشان تاخد باله منه. بيتضايق اوليفر جدا من اللي اخوه عمله لان الامر مش مستاهل عميله سريه يعني. وبنعرف ان اسم العميله دي هي كاريستي، فبيطلب منها اوليفر ان هو يشوف وشها، لكنها بتقوله هتشوفه بس مش دلوقتي. فبيسيبه منها وبيكمل في طريقه، وبتفاجئ بهيبيا بتستحمى في حديقة الأكاديمية من غير ما يبقى في ستارة تغطيها، فبيشغل بسرعة تعويذة الستارة السحرية عشان يغطي المكان اللي هيبيا بتستحمى فيه، وبعد ما بتطلع على طول بيديها الجاكيت بتاعه عشان تستر نفسها. وتاني يوم الصبح بيتجمعوا كلهم وبيطمنوا على بعض ان هم ناموا كويس، وبيستغرب غاي اوليفر وبيقول له انت هدومك مبلوله ليه؟ فبيتوتر قوي بيقول له لا انت تقريبا متهيألك مش اكتر. بيقطعهم بيته بيقول لهم بس هدوم مبلوله ايه وبتاع ايه، احنا النهارده ورانا دروس كتير ولازم نتحمس لها. بتقول له هيبيا عندك حق والله، انا كمان مش قادره استنى عشان اعرف السحر ده عامل ازاي، وبتكون هي كمان متحمسه زيه. بعد كده بيبتدوا اول درس في اليوم وبيروحوا لصف فنون السيف، واللي هيديهم الدرس ده هو المعلم لوثر. بيقول لهم لوثر قبل ما نبدأ عايز بس حد يقول لي ايه هي فنون السيف. فبيرفع بيت ايده عشان يجاوب، ووراه على طول شله من الصفوف القديمه في الاكاديميه بتتريق عليه، وبتقول ان هو عيل عبيط عايز يلفت الانتباه من اول يوم ليه. بعد كده بيت بدأ يشرح وبيقول ان تم استخدام السيف كأداة مكمله للعصايه السحريه من حوالي 400 سنه، وده بسبب ان كان في ساحر مشهور خسر المبارزه قدام واحد ما بيعرفش يستخدم السحر، وبما ان السحرة ما بيعرفش يستخدموا التعويذ بتاعتهم لو الخصم التاني قريب منهم، فبدأ
يستخدموا السيوف عشان يعرفوا يتعاملوا مع الهجمات القريبة منهم. وبكده الساحر بيستخدم العصاية السحرية والسيف في نفس الوقت. بيشكر المعلم لوثر على إجابته دي، وبعدها بيبتدي يخش في الدرس، وبيطلب من أي 2 موجودين بيعرفوا في القتال ييجوا هنا عشان يستعرضوا المبارزة قدام الطلاب. فبترفع هيبيا ايديها وبتبقى متحمسة تعمل كده، وبيتطوع طالب كمان اسمه ريتشارد عشان يبارزها. بس كاتي وأوليفر بيحسوا ان الواد ده مش سهل ونيته وحشة، فبيتطوع أوليفر ان هو اللي يبارز هيبيا مش ريتشارد. ريتشارد هنا بيتعصب عليه وبيقول له ارجع يلا، انا اللي قلت قبلك. بس أوليفر بيقول له انت اللي مفروض ترجع، لان ببساطة انا اللي قتلت الترول مع هيبيا ونعرف بعض كويس. وبيشك أوليفر فيه انه على علاقة بالحادثة اللي حصلت لكاتي اول ما دخلوا الأكاديمية. في الوقت ده بتتدخل شيلا بسرعة وبتقول لريتشارد انا اللي هخش معاك في مبارزة بدل هيبيا. فبيقلق ريتشارد كده لان شيلا قوية جدا، وبيشكرها أوليفر عشان انقذت الموقف وما خلتوش يتبارز مع هيبيا. وفعلا بتبتدي المبارزة بين هيبيا وأوليفر، والمعلم هنا بيرمي تعويذة على السيوف بتاعتهم بحيث انها ما تبقاش حادة ويأذوا بعض. ولما بتجرب هيبيا تعور نفسها بالسيف اللي معاها بيحصل حاجز كده ومش بيحصل لها اي حاجة. وبيقول لهم المعلم لوثر ان المبارزة بتاعتهم ملهاش وقت محدد، هي بس هتنتهي لما واحد منكم يدي التاني ضربة قوية يا اما في الصدر او الراس. بيبتدي القتال بينهم، وأوليفر هنا عارف ان هيبيا ما تعرفش تستخدم السحر، فبيقرر ان هو مش هيستخدم السحر معاها. وقبل ما يكمل كلامه بيتحول شعر هيبيا للون البلوري وبتهجم على أوليفر بكل قوتها، ومش بيبقى عارف يبعدها ازاي، فبيضطر يستخدم تعويذة تربط القبر عشان تبعد عنه. لكنها بتقوم بقوة من تاني وبتهجم عليه وهو بيصد ضرباتها بصعوبة، وكل الطلاب اللي واقفين منبهرين من قوة المبارزة اللي ما بينهم. واثناء القتال بيحس أوليفر ان السيف اللي هيبيا بتقاتل بيه قتلت بيه عدد كبير من الناس قبل كده، وده بسبب ريحة الدم اللي شاممها في السيف. وبيقرروا هما الاتنين انهم يهجموا على بعض بقوة لحد ما يموت واحد منهم. فبيوقفهم المعلم لوثر بسرعة قبل ما يعملوا كده، وبيفضل يزعق لهم عشان خرجوا عن قواعد المبارزة اللي قال عليها. وشيلا هنا بتعتذر عن المبارزة مع ريتشارد، وبتقول للمعلم ان الطلاب الجديدة شكلهم بارعين في المبارزة فما فيهاش داعي ان انا وريتشارد نتبارز. وفعلا بيوافق المعلم وريتشارد على رأيها وبتتلغي المبارزة ما بينهم. بعد كده أوليفر بيبقى ماشي متضايق من اللي حصل بينه وبين هيبيا، وازاي فكروا اصلا هما الاتنين يقتلوا بعض. في نفس الوقت بتجري عليه هيبيا وبتقول له ان القتال بينهم كان جامد، وبتعرض عليه يتبارزوا مرة كمان. بس بتتفاجئ بأوليفر بيصرخ في وشها وبيقول لها ان مستحيل يعمل معاها كده تاني ومعاها هي بالذات. بعد كده بيسيبها وبيمشي، وبتفضل تعيط لانها مش فاهمه هو ليه كلمها كده. بعد كده بتروح الطلاب لحصه علم التعويذ، والمعلمه اللي هتديهم الحصه دي بتكره اي حد يستخدم السيف، وبتقول لهم ان السحرة ما ينفعش يستخدموا اي حاجه غير العصايه السحريه وبس. وبتعمل تعويذه كده بتطلع حواليها شويه عفاريت بيكونوا الاتباع بتوعها. والطلاب بعد ما الحصه بتخلص بيقعدوا كلهم في حديقه الاكاديميه، وبيبقوا مستصعبين كل حاجة بتحصل والمفاجآت اللي بيشوفوها. بعد كده بينطلقوا للحصة التانية وهي حصة علم السحر، والمعلمة اللي بتديهم الحصة دي بيبقى شكلها مخيف جدا، وبتقول لهم ان في عالم السحر بيتم توظيف الحيوانات زي ما البشر عايزين، وبسحرها بتخلي كل طالب قدامه صندوق اسود فيه دود أز. وبتقول لهم باستخدام السحر بتاعكم الدودة دي هتطلع شرنقة كبيرة على حسب السحر اللي هتدوها لها، وبتحذرهم انهم لو ادوها كمية سحر كبيرة ساعتها الديدان دي هتسود وهتكون شريرة جدا ولازم يقتلوها على طول. وبتوريهم مثال على كده، وفعلا بتتحول الدودة لحشرة شريرة، وفي وقتها المدرسة بتحرقها، وبتدي كل طالب 10 ديدان أز، وبتطلب منهم يعملوا شرنقة بيضة، ولو عملوا 5 شرنقات بيض من 10 يبقى كده نجحوا في الاختبار. وفعلا بيبتدي كل طالب يجرب، وشيلا هنا مستسهلة الدرس قوي وبتعمل الدود بتاعها بسهولة، ما عدا واحدة بس هي اللي بتفشل معاها فبتحرقها على طول. وبنشوف هيبيا وهي ماسكة العصاية السحرية ومش عارفة تتعامل ازاي مع الموضوع، فبتقرر شيلا انها تساعدها، وبتطلب من أوليفر ان هو يساعد كاتي وميت. والمعلمة هنا بتقول لنفسها ان طلاب السنة دي احسن من السنين اللي قبل كده بكتير، وبتبص لكاتي بتلاقيها لسه ما عملتش غير 5 بس، وبتستغرب ايه البطء اللي هي فيه ده. بعدها بتيجي شيلا لأوليفر وبتسأله عن كاتي،
فبيقول لها انها عملت 9 صح من 10. وبتستغرب شيلا ان كاتي حريصة جدا تعمل اخر واحدة كمان صح على الرغم من انها نجحت في الاختبار. اوليفر هنا بيقول لها ان كاتي مش تفكيرها تنجح ولا لا، هي بس كل هدفها ان مفيش اي واحدة من الحشرات دي تتأذي. بس للأسف كاتي بتسرح وهي بتنقذ اخر دودة فبتسود منها. بيقولها اوليفر تحرقها بسرعة قبل ما تأذيها، لكنها ما عملتش كده وحاولت تنقذها. في الوقت ده بتتحول الدودة لحشرة شريرة وبتعضها من ايديها، واوليفر وشيلا بيقتلوها في وقتها وبيقطعوها لحتت. والمعلمة هنا بتيجي وبتنقصهم درجتين عشان ساعدوها. بعد كده بيروح اوليفر لكاتي عشان يطمن عليها، وبتعتذر له عشان المعلمة طردته من الصف معاها. بيقول لها اوليفر يا ستي انا كده ما كنتش عايزاه ابقى هناك. وبتبتدي تحكي له سبب اللي عملته ده، وانها بتحب الحيوانات جدا من صغرها، كلاب، قطط، حيوانات سحرية، حتى انصاف البشر كانت بتحبهم. عشان كده لما بتشوف اي حيوان بيتأذي ما بتقدرش تمسك نفسها وبتعمل اي حاجة عشان تنقذه. فبيعجب اوليفر جدا بطريقة تفكيرها البريئة وبيقرروا هما الاتنين يبقوا صحاب. بعد كده اوليفر بيسيبها وبيروح يتمشى شوية في حديقة الأكاديمية، وهناك بيقابل البنت كاريستي اللي اخوه بعتها له، وبتقوله انت ما ينفعش تختار بنت مش عارفة حتى تقتل حشرة انها تكون صاحبتك، انت لازم تصاحب بس الأقوياء علشان تبقى قوي زيهم. بيقول لها اوليفر مالكيش دعوه انتي، انا اللي قرر حاجه زي دي. بتعتذر له كاريستي جدا عن النصيحه اللي قالتها وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيقعدوا كلهم سوا عشان ياكلوا مع بعض. وفي وسط القعده بيت هنا بيفتكر انه نسي كتاب في الصف ولازم يروح يجيبه قبل ما حد ياخده، واوليفر وشيلا بيقرروا يروحوا معاه عشان يجيبوه. ولما بيروحوا الفصل لحسن الحظ بيلاقي الكتاب، وهم راجعين بقى بيفتحوا الباب اللي دخلوا منه بيتفاجئوا ان هو مسدود، والغريب ان المكان اللي حواليهم كله اتحول لمتاهه مرعبه. فبيقول لهم اوليفر ما تقلقوش، اكيد في ناس متخصصين في الاكاديميه انهم يدوروا على الطلاب. وبيتفاجئوا ببنت بتكلمهم من بعيد وبتقول عليهم شويه خرفان تايهين وسط متاهه كبيره. وبتبقى البنت دي اسمها اوفيليا، وفي السنة الرابعة هنا في الأكاديمية. اوفيليا بتنشر مادة غريبة في الجو بتخلي أي حد عايز يقرب منها، وده فعلا اللي كان بيت عايز يعمله بس شيلا عرفت تمنعه. وبتستغرب اوفيليا ان اوليفر ما تأثرش بالمادة اللي نشرتها دي ولسه واقف مكانه، بس اوليفر بينفض لها وبيطلب من شيلا وميت يجري كلهم بسرعة. لكن وهم بيجروا بيظهر قدامهم حاجز من العظام بيوقف طريقهم، وبيظهر بعد كده طالب من السنة الخامسة وبيكون هو اللي عمل الحاجز ده. وبتيجي اوفيليا من وراهم وبتقول لهم واضح كده انكم شوية اطفال عايزين تتربوا من جديد. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هنعرف ده باذن الله في الحلقات الجايه. لازم تعرف عزيزي المشاهد ان القناه دعمها قليل قوي على المجهود اللي بيتقدم. يا ريت بس ما تبخلش عليا باللايك واشتراك في القناه عشان ده بيساعدني اكمل في المحتوى. اوعى تنسى تصلي على النبي وتكتب رايك في الكومنتات، وشكرا على المشاهده. سلام.